التغيير في الغلاف الجوي ما كانش ثابت. في مراحل معينة مستوى الأكسجين كان بيزيد بشكل ملحوظ، بس في نفس الوقت بيقولوا إن مستوى الأكسجين كان بيفضل منخفض لفترات طويلة بسبب التفاعلات الكيماوية اللي كانت بتسحب الأكسجين من الجو، زي أكسدة الحديد اللي كان ابتدى يتكون في المحيطات زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. لو ما كنتوش شفتوها هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. يعني البكتيريا الزرقاء كانت بتعمل شغلها، وفي ناس بتقول لا يمكن الجو كان بيتحسن لوحده، او لا الجو ما اتحسنش قوي. تخيلوا بقى الجدل ده موجود على حاجات من 3 مليار سنه. المهم يعني التمثيل الضوئي الاكسجيني مش بس زود نسبه الاكسجين، لكنه كمان ساعد في تكوين الاوزون اللي حمى الكائنات الحيه من اشعه الشمس الضاره. ده كمان ساعد على تمكين الحياه من التنوع والتطور على سطح الارض. عارفين البكتيريا الزرقاء دي عمركم كنتوا تتخيلوا ان حياتنا النهارده هتكون ممكنه من غيرها؟ بس الزياده مش دايما حلوه. صحيح ان البكتيريا دي بتنتج الاكسجين كمنتج ثانوي، وان الاكسجين ده ابتدى يتجمع في الغلاف الجوي، لكن المعلومه الصادمه هي ان الاكسجين في البدايه ما كانش بيفيد الكائنات الحيه، بالعكس ده كان سام بالنسبه لهم.